الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض أول درس من مادة الجغرافيا، الوحدة الأولى، عناصر المناخ. عناصر المناخ، أول حاجة هنتعرف على كلمة الطقس، وهنتعرف على المناخ. الطقس معناه هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوما أو يومين أو أسبوعا، من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يعني الطقس إن احنا بنعرف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، ممكن تكون يوم أو يومين أو أسبوع. طبعا بنعرف حالة الجو من حيث ان احنا بنعرف درجة الحرارة، بنعرف الضغط الجوي، بنعرف الرياح، الأمطار. طبعا كتير مننا وخصوصا في فصل الشتاء بيبقى متابع للنشرة الجوية عشان يعرف من خلالها حالة الجو في خلال يوم أو يومين أو أسبوع بالكتير. فبنبقى عايزين نتعرف درجة الحرارة، عايزين نعرف هل البلاد هتتعرض لضغط جوي، هل هتتعرض لرياح، بتتعرض لأمطار. فبنبقى متابعين النشرة الجوية. والنشرة الجوية طبعا احنا بنعرف من خلالها حالة الطقس خلال يوم أو يومين أو أسبوع. طيب، بينما المناخ بقى، المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون شهرا أو فصلا أو سنة، من حيث طبعا التعرف على درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرياح، الأمطار. يعني احنا ممكن من خلال المناخ احنا بنتعرف على حالة الجو في فترة زمنية طويلة. ممكن مثلا نتعرف على حالة الجو خلال الشهر كامل، خلال فصل. ممكن نعرف حالة الجو خلال فصل الشتاء كله، فصل الصيف كله، فصل الربيع، فصل الخريف. ممكن نعرف حالة الجو خلال سنة كاملة، من حيث طبعا احنا بنتعرف على درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرياح، الأمطار. يبقى الفرق بين الطقس والمناخ هو طبعا بيتمثل في الفترة الزمنية. يبقى الطقس في فترة زمنية، حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة. طيب، بعد كده هننتقل إلى عناصر المناخ. عناصر المناخ، أهم العناصر اللي بيتكون منها المناخ هي الحرارة، الضغط الجوي والرياح، الأمطار. هنتعرف دلوقتي على كل عنصر من هذه العناصر على حدة. أول عنصر معانا هو عنصر الحرارة. الحرارة هي بتعتبر أهم عناصر المناخ. الحرارة أهم عناصر المناخ. ليه؟ لأنها بتؤثر على باقي عناصره. لأنها تؤثر على باقي عناصره اللي هو الضغط الجوي والرياح والأمطار. يبقى بما تفسر تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ، لأنها تؤثر على باقي عناصر المناخ اللي هي الضغط الجوي والرياح والأمطار. طيب، الشمس طبعا هي المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الأرض. يبقى الشمس تعتبر المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الأرض. تختلف درجات الحرارة من مكان لآخر بسبب، طبعا درجة الحرارة في مصر غير درجة الحرارة في السعودية، غير درجة الحرارة في أمريكا، غير درجة الحرارة في مثلا دولة فرنسا، في الإمارات. يبقى بتختلف درجات الحرارة من مكان لآخر. بسبب إيه بقى؟ إيه أهم الأسباب اللي بتخلي درجة الحرارة أو درجات الحرارة بتختلف من مكان لآخر؟ أول حاجة اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. تاني نقطة التضاريس. 3 القرب أو البعد عن المسطحات المائية. 4 الغطاء النباتي. 5 طول وقصر النهار. يبقى بتختلف درجات الحرارة من مكان لآخر بسبب أول حاجة اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 2 التضاريس. 3 القرب أو البعد عن المسطحات المائية. 4 الغطاء النباتي. 5 طول وقصر النهار. طيب، أول نقطة معانا اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. طيب، بيؤثر في درجة الحرارة، حيث هنلاقي ان بترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. يعني كلما اقتربنا من دائرة الاستواء هنلاقي درجة الحرارة بترتفع. يعني المناطق اللي بتقع عند دائرة الاستواء هنلاقي درجة الحرارة فيها بتكون مرتفعة، وهنلاقي درجة الحرارة تقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا. يعني كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء من ناحية جهة الشمال أو جهة الجنوب، ده هنلاقي إن درجة الحرارة بتقل.
ليه بقى أو إيه السبب؟ لأن أشعة الشمس بتكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. يبقى تاني، درجة الحرارة بترتفع كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا. إيه السبب في كده؟ يبقى السبب هو لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما ابتعدنا عنها. يبقى هنا ممكن يقولك بما تفسر ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا. هنقول لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء ومائلة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. طيب بعد كده تاني نقطة معانا التضاريس هنلاقي ان بتؤثر التضاريس في درجة الحرارة، حيث بتقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل 150 متر. لذلك بيغطي التلج أو اللي هو الجليد طبعا بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل قمة جبل كينيا في قارة أفريقيا. يعني إيه؟ يعني إحنا لو بصينا هنا، لو هنا مثلا هنرسم سطح البحر. أجي مثلا عندنا ده سطح البحر، وهنا مثلا قمة جبل. يبقى هنا سطح البحر وهنا جبل. طيب مثلا لو درجة الحرارة عند سطح البحر حوالي مثلا 20 درجة مئوية، احنا كل ما بنرتفع عن مستوى سطح البحر 150 متر، كل ما بنرتفع عن مستوى سطح البحر 150 متر هنلاقي ان درجة الحرارة بتقل درجة مئوية. يبقى كلما ارتفعنا عن سطح البحر 150 متر درجة الحرارة بتقل درجة مئوية. يبقى هنا عند سطح البحر درجة الحرارة 20 درجة مئوية، ارتفعنا 150 متر هنلاقي درجة الحرارة بقت 19 درجة مئوية، يبقى قلت درجة مئوية. طيب هنرتفع كمان 150 متر، هنلاقي ان درجة الحرارة بتقل درجة مئوية، هتوصل يبقى 18 درجة مئوية. هنرتفع 150 متر كمان هنلاقي ان درجة الحرارة بتقل درجة مئوية، هتبقى 17 درجة مئوية. يبقى كل ما بنرتفع عن مستوى سطح البحر 150 متر كل ما درجة الحرارة بتقل درجة مئوية، لحد ما نوصل إلى أعلى قمة الجبل. هنلاقي مثلا ممكن ان احنا بعد ما نوصل لاعلى قمة الجبل ممكن هنلاقي ان درجة الحرارة بتنزل الى تحت الصفر. يبقى درجة الحرارة عند قمة الجبل ممكن نلاقيها وصلت لتحت الصفر. هنلاقي ان الجليد بيغطي اعلى قمة الجبل. طب ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان طبعا ان درجة الحرارة او ان التضاريس بتؤثر في درجة الحرارة، حيث بتقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل 150 متر. لذلك هنلاقي ان الجليد او التلج بيغطي بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة. يعني ممكن تكون منطقة مدارية حارة، دي طبعا بيبقى الجو فيها معتدل او درجة الحرارة فيها بتكون معتدلة، لكن على الرغم من كده هنلاقي ان التلج بيغطي بعض القمم الجبلية المرتفعة موجودة هناك. ليه؟ لان طبعا عرفنا ان كل ما بنرتفع عن مستوى سطح البحر درجة الحرارة بتقل درجة مئوية كل ما بنرتفع 150 متر. طيب لو وصلنا لأعلى قمة الجبل ممكن هنلاقي ان درجة الحرارة بتنخفض الى تحت الصفر. زي ايه بقى؟ قمم الجبال دي زي قمة جبل كينيا اللي موجود في قارة افريقيا، يبقى مثل قمة جبل كينيا اللي موجودة في قارة أفريقيا. طيب تالت نقطة معانا هي القرب أو البعد عن المسطحات المائية. هنلاقي بقى إن بتتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها، يعني درجة الحرارة فيها بتكون معتدلة،
صيفا ودفئها شتاء، لأن المياه بتعمل على تلطيف درجة حرارة المناطق القريبة منها صيفا وشتاء. يعني لو مثلا بصينا لمدينة الإسكندرية، مدينة الإسكندرية بتقع على البحر المتوسط، هنلاقي إن مدينة الإسكندرية بتتميز عشان قريبة من المسطحات المائية، بتتميز باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء. ليه بقى؟ لأن المياه بتعمل على تلطيف درجة حرارة المناطق القريبة منها صيفا وشتاء. يبقى بما تفسر تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء، هنقول لأن المياه تعمل على تلطيف درجة حرارة المناطق القريبة منها صيفا وشتاء. طيب، رابع نقطة الغطاء النباتي. رابع نقطة الغطاء النباتي اللي بيؤثر في درجات الحرارة، حيث بيمنع الغطاء النباتي أشعة الشمس من الوصول مباشرة إلى سطح الأرض، لذلك بتقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق المزروعة عن المناطق المكشوفة اللي بتكون بلا غطاء نباتي. يعني المناطق، لو بصينا مع بعض نشوف مثلا هنا لو شفنا مناطق الغابات اللي بتحتوي على أشجار وبتحتوي على نباتات، ادي مثلا شجرة وده الغطاء النباتي بتاعها. يبقى منطقة الأماكن اللي بيكون فيها نباتات وبيكون فيها أشجار ليها غطاء نباتي، دي طبعا بتقلل من كمية الحرارة. يعني كمية الحرارة اللي بتسقط على هذه المناطق بنلاقيها بتقل، لأن الغطاء النباتي ده بيقلل من وصول الحرارة إلى سطح الأرض. يبقى هنلاقي إن الغطاء النباتي بيمنع الغطاء النباتي أشعة الشمس من الوصول مباشرة إلى سطح الأرض، لذلك هنلاقي بتقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق المزروعة عن المناطق المكشوفة بلا غطاء نباتي. طيب، بعد كده خامس نقطة طول وقصر النهار. طول وقصر النهار بيؤثر بردك في درجات الحرارة، حيث بيطول النهار في فصل الصيف. طبعا نتيجة ذلك هنلاقي ان تتلقى الارض كمية كبيرة من الاشعاع الشمسي، مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. طيب، احنا لو بصينا في فصل الصيف هنلاقي ان طبعا فترة النهار بتكون اطول من فترة الليل. يعني الشمس بتكون ساطعة طول فترة النهار، يعني الارض بتتلقى كمية كبيرة من الاشعاع الشمسي فترة اطول من طبعا فترة الليل. يبقى بيطول النهار في فصل الصيف، نتيجة لذلك هنلاقي ان الارض بتتلقى كمية كبيرة من الاشعاع الشمسي، مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. طيب، لو بصينا في فصل الشتاء هنلاقي ان بيقصر النهار، يعني بيقل النهار وبيقل معاه أشعة الشمس اللي بتتلقاها الأرض. يبقى بيقصر النهار في فصل الشتاء، نتيجة لذلك هنلاقي ان تتلقى الارض كمية قليلة من الاشعاع الشمسي، مما يؤدي الى انخفاض درجة الحرارة. يبقى عشان كده في فصل الشتاء درجة الحرارة بتكون بتنخفض، بينما في فصل الصيف درجة الحرارة بتكون مرتفعة، عشان طبعا بيطول النهار، بينما في فصل الشتاء بيقصر النهار. طيب، تاني عنصر معانا من عناصر المناخ هو الضغط الجوي والرياح. الضغط الجوي والرياح، أول حاجة بتوجد علاقة بين درجات الحرارة وكل من الضغط الجوي والرياح، حيث بيؤدي اختلاف درجات الحرارة إلى اختلاف مناطق الضغط الجوي. فنجد أن المناطق اللي بتكون درجة الحرارة بتاعتها مرتفعة، أو المناطق مرتفعة الحرارة، بتكون ذات ضغط جوي منخفض، بينما المناطق منخفضة الحرارة ذات ضغط جوي مرتفع. يعني المناطق اللي بيكون فيها درجة حرارة مرتفعة هنلاقي الضغط الجوي فيها منخفض،
يبقى العلاقة بين الضغط الجوي ودرجة الحرارة بتكون علاقة عكسية. العلاقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي بتكون علاقة عكسية. يعني درجة حرارة مرتفعة يبقى ضغط جوي منخفض، درجة حرارة منخفضة يبقى الضغط الجوي مرتفع. يبقى العلاقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي بتكون علاقة عكسية. درجة الحرارة مرتفعة يبقى الضغط الجوي منخفض، درجة الحرارة منخفضة يبقى الضغط الجوي مرتفع. طيب بعد كده هنتعرف على أهم أنواع الرياح. أهم أنواع الرياح: أنواع الرياح: الرياح الدائمة، الرياح الموسمية، الرياح المحلية، ونسيم البر والبحر. يبقى أنواع الرياح: الرياح الدائمة، الرياح الموسمية، الرياح المحلية، نسيم البر والبحر. طبعا من أهم أنواع الرياح الدائمة الرياح التجارية والعكسية والقطبية. الرياح الموسمية من أنواعها الصيفية والشتوية. الرياح المحلية رياح الخماسين والهبوب. طيب أول نوع من أنواع الرياح الرياح الدائمة. هي تعرفها طبعا الرياح التي تهب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. يبقى تعريف الرياح الدائمة هي الرياح التي تهب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. أنواع الرياح الدائمة: الرياح التجارية. أول نوع الرياح التجارية. الرياح التجارية هي اللي بتهب من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي عرض 30 درجة شمالا وجنوبا، وبتتجه نحو منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء. تأثير الرياح التجارية: تأثيرها بتعمل على تلطيف درجة الحرارة لقدومها من جهات أقل حرارة إلى جهات طبعا بتكون ذات منطقة ضغط منخفض عند دائرة الاستواء. طيب لو بصينا على الرياح التجارية، هنا ده رسمة للكرة الأرضية. هنا طبعا ده دائرة الاستواء. هنا دائرة الاستواء اللي بتكون ذات ضغط منخفض. دائرة الاستواء اللي بتكون ذات ضغط منخفض. طيب الرياح التجارية لو بصينا عليها هنلاقيها هنا عند منطقتي دائرتي عرض هنا 30 درجة، هنا 30 درجة، هنا طبعا 60 درجة، هنا 90 درجة. طيب الرياح التجارية بتهب من منطقتي ضغط مرتفع عند دائرتي عرض 30 درجة شمالا وجنوبا. بيبقى بتهب من هنا من منطقة ضغط مرتفع 30 درجة، بتتجه نحو دائرة الاستواء اللي هي منطقة ضغط منخفض. وكذلك بتهب من هنا، طبعا هنا دي منطقة 30 درجة عند دائرة 30 درجة، بتهب منها الرياح التجارية أيضا متجهة إلى منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء. يبقى الرياح دي بتكون جاية من منطقة طبعا منطقة ضغط مرتفع متجهة إلى منطقة ضغط منخفض. هنلاقيها إنها بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. ليه؟ لقدومها من جهات أقل حرارة. طبعا احنا قلنا إن دائرة الاستواء دي بتكون الشمس فيها عمودية، يعني درجة الحرارة فيها بتكون كبيرة جدا، بينما درجة الحرارة بتقل كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. يعني الرياح القادمة جاية من منطقة ضغط مرتفع، يعني بتكون طبعا أقل في درجة الحرارة، بتكون متجهة إلى منطقة دائرة الاستواء اللي بتكون أكثر في درجة الحرارة. عشان كده بتعمل على تلطيف درجة الحرارة، لأنها قادمة من جهات أقل في الحرارة إلى جهات أكثر في الحرارة، يبقى بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. خلاص، يبقى لما يجي يقولك بما تفسر الرياح التجارية بتعمل على تلطيف درجة الحرارة، هنقول بسبب لأنها قادمة من جهات أقل في الحرارة إلى جهات أكثر في درجة الحرارة. خلاص، يبقى احنا عرفنا الرياح التجارية اللي بتأتي من منطقة
منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي عرض 30 درجة شمالا وجنوبا متجهة إلى منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء. طيب تاني نوع من أنواع الرياح الدائمة الرياح العكسية. الرياح العكسية اللي بتهب من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي عرض 30 درجة شمالا وجنوبا وبتتجه نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. طيب تأثيرها ايه؟ تأثيرها بتعمل على تدفئة الجو. طيب لو بصينا على الرياح العكسية، ادي الرياح العكسية بقى بتهب من منطقة ضغط مرتفع عند دائرتي عرض 30 درجة وبتتجه نحو منطقة ضغط منخفض عند الدائرتين القطبية الشمالية والجنوبية. يبقى الرياح العكسية بتقع في هذه المنطقة، بتبدأ من عند منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي 30 درجة طبعا شمالا وجنوبا، وبتتجه العكس بقى، بتتجه إلى منطقة الضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية. طيب الرياح دي بتكون تأثيرها ايه؟ تأثيرها انها بتعمل على تدفئة الجو. طيب آخر نوع معانا من أنواع الرياح الدائمة الرياح القطبية. الرياح القطبية بتهب من منطقتي الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي وبتتجه نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. طيب أدي الرياح القطبية بتأتي من منطقتي الضغط المرتفع عند القطب الشمالي، طبعا هنا ضغط مرتفع عند القطب الشمالي، وهنا أيضا ضغط مرتفع هنا طبعا القطب الجنوبي. يبقى الرياح القطبية بتهب من منطقتي الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بتتجه إلى منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبية الجنوبية والشمالي. يبقى بتتجه من منطقة الضغط المرتفع عند القطب الشمالي أو الشمالي أو الجنوبي، وبتتجه إلى منطقة الضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية. يبقى دي الرياح القطبية. طيب احنا كده خلصنا مع بعض أنواع الرياح الدائمة. يبقى احنا كده النهاردة شرحنا الجزء الأول من الدرس الأول عناصر المناخ. تابعوني، كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.